تفرق بين ايه وزي، او مش فاهم الفرق بين ايه وفيا، الفيديو دوت هيخليك تستخدم كل الضمائر صح في حالة النوميناتيف. انا مروة هشام، وفي الفيديو دوت هناخد مع بعض دي personal pronouns. طب يعني ايه ضمائر شخصية؟ دي تعتبر كلمات اللي بنستخدمها بدل الاسم. يعني بدل ما اقول احمد بيتعلم الماني هقول هو بيتعلم الماني. يلا بينا نبدأ. انا بالالماني يعني ايش. لو ولد او بنت بيقولوا ايش عادي، لما باجي انطقها بقول ايش، سناني اللي تحت ورا سناني اللي فوق، وبحس ان في هوا طالع من بقي. ايش. تاني ضمير معانا هو دو، ودي بستخدمها لو انا عايزه اقول انت او انتي، وبتستخدم في الطريقه الغير رسميه بس، يعني لما باجي اكلم اصحابي او قرايبي. تالت ضمير هو ايه، ودي معناها هو، ولو انا عايزه اقول هي هتبقى زي اس، ودي بتستخدم للمحايد في الالماني، في المذكر في المؤنث وفي المحايد، فدي يعني لما بنشيل الكلمه المحايد بنحط مكانها اس. نحن يعني فيا. انتم يعني إيه. هم يعني زي. ولو انا عايزه اقول حضرتك او حضرتك او حضراتكم هقول زي، بس الاس اللي في الاول بتبقى كبيره، الاس في الاول بتتكتب groß، ما بتتكتبش klein. هقول الضمائر تاني وقولوها ورايا. ايش دو er sie es wir ihr sie طب اكيد اخدتوا بالكم ان احنا قلنا 3 زي في الضمائر. طب ازاي هقدر افرق بينهم؟ عن طريق حاجتين، تصريف الفعل وسياق الكلام. يعني تصريف الفعل بينهم مختلف، ومع سياق الكلام هتحسوا انه لا، هو بيتكلم عن حضرتك انا بكلمه، او هم او هي. يعني مثلا احمد وعمر كانوا بيلعبوا كوره، هما كذا كذا كذا، فهنا هتلاقي ان قبليها حاجه او بعديها حاجه هتوضح ان الضمير دوت يقصد بيه ايه. اتمنى تكون الضمائر ثبتت ووضحت دلوقتي بالنسبه لكم. طب لو دلوقتي انا عايزه اشيل ايش und مية، يعني انا ومية، واحط مكانها ضمير، هحط مكانها ضمير ايه؟ اول ما الاقي ايش und اي حاجه هحط wir، يعني احنا او نحن wir. طب لو لقيت دو und اي حد هشيلها واحط ihr، يعني انتم. طب جالي حاجة جمع، مثلا دي كندا يعني الأطفال، هشيلها واحط مكانها زي اللي هي بمعنى هم زي. طيب لو أنا دلوقتي بقول هي أودافغا، ومثلا هي مايك وبعديه كوما، فأنا عايزة أشيل الجزء دوت واحط مكانه ضمير. ففي الحالة اللي زي دي انت واقف قدام هي مايك وعمال تكلمه، فانت هتستخدم زي جروس اللي هي بمعنى حضرتك. لكن لو انا قلت هي مايك وسكت، يعني مثلا انا بتكلم على هي مايك او هو حاليا مش موجود، فهنا في الحالة زي دي بنستخدم ايه اللي هو بمعنى هو. مش بقول حضرتك لان انا مش بقول حضرته، لكن انا بقول هو لان هو مش موجود اصلا، يعني هو شخصيا مش موجود. لكن لو انا بقول مثلا فغاو مولا، فهقول زي لو هي مثلا مش موجوده، ففغاو مولا هشيلها احطها زي اللي هي معنى هي. احنا كده بعد ما عرفنا كل الضمائر الشخصيه، انت بقيت جاهز تكون جمل بسيطه بالالماني بتتكلم بثقه. وما تنساش برضو ان الضمائر الشخصيه دي هي الاساس، وكل اللي جاي ان شاء الله يعني يبقى اسهل. ولو عندك اي سؤال اكتبهولي في الكومنت وهرد عليك. عجبك الفيديو شاركه مع حد لسه بيبدأ ألماني، واشوفكم في الفيديو الجاي. تشيس.